برج الثور في شهر مايو 2026 في حد ندمان عليك وراجع لك. حد كان عنيد زيك بالظبط كده، وداخلين سوا في ماتش عند او في طاقة عند. بس خلي بالك، اللي استهان بيك مرة بيرجع يستهين بيك مرة والتانية والعشرة كمان، مش بيحرم. خلي بالك يا برج الثور، وخليك واعي لاختياراتك قبل ما تقرر ترجع او ما ترجعش، عشان انا باكد لك انه راجع في شهر مايو ان شاء الله. يلا بينا نشوف طاقتك يا حبيبي يلي بتسمعني. ولو حسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك خليك معانا حتى لو انت مش برج الثور. طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ عندك صراع داخلي كده جوه نفسك، وعايز تسافر، عايز تمشي من المكان اللي انت فيه، زهقان، عندك طاقة زهق، عندك كده مرحلة وعايز تقفلها. قرفت حد بتحبه جدا جدا جدا، رجعتوا لبعض وبديتوا بداية جديدة. وانا مش عارفة هل انت طاقتك سابقة ولا، بس انا بقولك ان ده بيحصل سواء كان لسه ما حصلش او لا. فده بيحصل ان شاء الله، بيحصل كلام وبترجعوا تاني بعد ما كنت انت خلاص مشيت، بعد خناقة، بعد مشكلة، بعد صراع. يعني في ما بينكم كده مشكلة حصلت او حاجة كبيرة. احكولي حكايتكم في الكومنتات يا شباب. المهم ان علشان في حب وعلشان انت بتحبه جامد يا برج الثور، ما بتتطوق لبداية جديدة. عامة في مرحلة بتتقفل وفي حساب بيحصل. طيب هو طاقته ايه حبيبك ده؟ حبيبك طالع في طاقة انتظار، عنده تقل كبير جدا في طاقته، عامل له انت حواجز او بلوكات في حاجة. مشي يعني، بيقول انا مشيت وانت كمان مشيت، في فراق في الطاقة دي كبير جدا طالع لي في الطاقة. هل انتوا دلوقتي منفصلين ولا مش منفصلين بقى؟ عايزه اعرف حكايتكم ايه. بقى عايز يمشي العلاقه تاني، معرفش اذا كان يعني لو انتوا مثلا متزوجين ربما يكون العلاقه دي فيها ورق طلاق للاسف، او اوراق، او اوراق طلاق، او حاجه في موضوع طلاق، في موضوع فراق، في موضوع حساب، في ورق بيخلص ما بينكم وما بين بعض. قولوا لي برضو. طيب اللونورمال بيقولوا لك البيت هو النواة وبيمثل الحماية والاستقرار والعائلة. أما العصافير فهي مشاكل صغيرة هتتحل في وقت قصير. خلي عندك ثقة في نفسك، علشان الثقة بتوصلك للي انت عايزه. ثقتك في نفسك بتنجح انها توصلك للي انت عايزه يا برج الثور. وكمان بيقولوا لك استمتع بالحياة العب وحاول انك انت تعمل حاجة بتحبها. نون اكشن بيقول لك ان الوقت ده هو وقت المفروض انك انت ما تاخدش فيه اي اكشن وما تعملش اي حاجه. بيقول لك ان في حد بيتلون عليك يا برج الثور، ما تصدقش كل حاجه وما تصدقش تلونه عليك ده والكلام اللي بيجي يقوله لك. بيقول لك تاني ان في حد لابس ماسك. في حب كبير قوي 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 وطاقه حب ورومانسيه بتعيشها في شهر مايو ان شاء الله. حد وجعلك قلبك جامد جدا وحسسك بشعور اللي هو خيبة أمل الفترة اللي فاتت. صدمة كبيرة بتتعرض لها الشهر ده، ربما تكون مفاجأة أو ربما تكون حاجة غير متوقعة بتحصل معاك يا برج الثور، وبتخلي كل حاجة وكل حساباتك تتغير. طيب حبيبك بيقولك انك انت بتكلمه من خلال المزيكا، وبيقولك ان هو نفسه يحس الاحساس ده تاني، وبيقولك كمان ان انت مش قادر تعرف كان صعب عليه قد ايه انه يسيبك تمشي، وبيقولك برضو انا مشيت قبل ما انت ما تمشي. طيب مكملين يا شباب مع قراءة برج الثور. انت قلبك وجعك جامد يا برج الثور، جامد، وبتندم، بتندم ندم مش طبيعي. بتندم يعني مش عارفة انت بتندم على حاجة عملتها ولا حاجة ما عملتهاش، مش واضح عندي، بس واضح انك انت بتندم على الاتنين. بتندم على حاجات عملتها وبتندم على حاجات ما عملتهاش، وبتقول لنفسك ان انت تعرضت لخداع وعايز تاخد خطوة جريئة وخطوة قوية جدا، وقاعد عمال متردد ومنتظر منتظر رد فعل، منتظر حاجة، منتظر حركة، أي حاجة تحصل. حبيبك بقى إيه اللي بيعمله دلوقتي؟ طاقته كلها حب،
بيحتفل بحاجة جديدة، عايز يلم الشمل، عايز يتكلم معاك، عايز يرجع، بيحلم ببداية جديدة ما بينكم وما بين بعض. المشكلة ان حبيبك ده يا برج الثور نرجسي، حد نرجسي جدا، حد عنده مش عارفة، حد يعني نرجسي، في طاقته نرجسية كبيرة جدا، وبيقول ان هو مش قادر يقوم من الصدمة اللي انت تسببتها له. هل انت اللي فعلا اتسببت له في صدمة؟ انا مش شايفة كده، انا شايفة ان هو اللي صدمك يا برج الثور، انا شايفة ان هو اللي محملك فوق طاقتك وخلى طاقتك صعبة جدا يعني تقيلة، وخلاك كمان تتعرض لندم. شايفة كمان ان حبيبك بيتطوق للسعادة، وبيقول ان الاوقات السعيدة هي بس اللي عاشها معاك. بيفكر ان يكون البداية الجديدة دي في مكان جديد، في بيت جديد، في مكان جديد، يعني بيفكر، قاعد بيفكر وبيخطط. انت بقى يا برج الثور بتقول ان انت مش عارف، انت محتار، انت ما بقتش عارف انت عايز ايه، انت نفسك ما بقتش عارف انت عايز ايه، ما بقتش فاهم الناس اللي حواليك من كتر الحاجات اللي انت تعرضت لها. الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة جدا. العلاقة دي مشكلتها انها علاقة قدرية ومكملة. العلاقة دي حتى لو انت مش عايزها فهي مكملة. ممكن تكون انا شكلها كده اللي قدامي ده علاقة زواج او خطوبة او حاجة زي كده، يعني لان انت كمان نفسك الدنيا ترجع زي ما كانت، ونفسك انك انت تحقق السعادة العائلية. حبيبك بيفكر في السفر، بيفكر مش عارف يعمل ايه، ياخدك وتسافروا، يتكلم معاك، بيحبك، بيحبك يا برج الثور جدا جدا جدا، بيحبك، بس انت اديته ظهرك خلاص. بيحبك، وبرضه برجع اقول لكم يا شباب ان العلاقة دي مكملة. حبيبك بيفكر ان حياته اللي فاتت كلها كانت كوم، وحياته معاك كوم تاني، وبيقول ان هو مصمم يكمل معاك بقية حياته. طيب، النصيحة، النصيحة انك انت تصلي وتدعي، دي نصيحتنا ليك، تصلي وتدعي ان الايام دي تروح. لايز، انت بتعاني من الكذب، انت تعرضت لكذب كبير يا برج الثور. كمان بيقولك ان في حب جديد بيتعرض عليك في شهر مايو ان شاء الله، وبيقولك ان حاول تتخلص من القلق، شعور القلق والخوف. كمان بيقولولك ان في طرف ثالث هو اللي اتدخل وبوظ كل حاجة المرة اللي فاتت، في طرف ثالث اللي اتدخل وعمل القصة دي. بص، في حد بيحاول ان هو يغويك او يعرضك للاغواء الشهر ده يا برج الثور. طيب نشوف رسائل من حبيبك. بيقولك انا بستخبى خلف الاشياء الماديه، وبيقولك احنا هنبقى مع بعض تاني، وبيقولك I want you، عايزك، بيقولك انا عايزك I want you، بيقولك مجرد قربي منك بيحسسني بالسعاده، وبيقولك ان الوقت ده هو اكتر وقت هو محتاج ان هو يستشفى فيه، وبيقولك ساعات كتير بيسهر يفكر فيك يا برج الثور. انا شايفه ان في حب كبير جدا في العلاقه دي من ناحيه حبيبك اكتر منك انت. المشكله ان حبيبك ده عنده طاقه غيره وطاقه نرجسيه، يعني عايز يمتلكك، عنده حب امتلاك، عنده حب امتلاك كبير ليك، وبيخليك تنتظر كتير. يمكن يكون الاوقات يا برج الثور اللي انت قضيتها وانت مستني حبيبك ده يتكلم او يقول كلام حلو او يسمعك كلام حلو او تقضوا سوا كلام وقت حلو، قليله جدا قدام الحاجات اللي هو او المجهود اللي هو بيبذله علشان يخليك تحبه، او علشان خاطر ان انتوا تكونوا مبسوطين وانتوا سوا. طيب يلا بينا نسأل 3 أسئلة لمواليد برج الثور ونشوف إجابتهم سوا. هل لو انتوا منفصلين هل في رجوع لآخر شهر 6 2026 ولا لأ؟ أيوة إن شاء الله، وبيكون في سعادة ووفرة في العلاقة دي، وفرة مادية، وفرة في السعادة، حاجة جميلة جدا والله. طيب، هل لو انت سنجل أو شايف نفسك سنجل هل بتقابل حد جديد لآخر شهر 6 2026 ولا لأ؟ ايوه ان شاء الله بتقابل حد جديد، وبيكون حد فريش كده وطاقته جميله وبيتكلم من قلبه وبيقول من غير ما يحسب كل كلمه، ويكون مش عايز حاجه، هيحبك حب غير مشروط. طيب، هل حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف اجابته سوا ولا لا. للاسف لا، وانا اسفه جدا بس هي الاجابه كده. شكرا حبايب قلبي برج الثور ونورتوني.